السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة الأخوات محاربي مرض سرطان متتبعينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة. مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي شفنا بعض الدكاترة وبعض لي بروفيسور، منهم الدكتور المهدي الصوفي، كيوجه نداء للناس باش تمشي تتبرع في المراكز ديال التبرع بالدم، حيث كاين خصاص. البارح او بعد قبل يعني نهار الجمعه او السبت، واحد السيده كتبات لي في التعليق: الله يجازيك بخير اخويا محمد، لما وصل صوتنا للناس، راه حنا محتاجين الدم، راه ما لاقينش الدم في المراكز الصحيه، عفوا في المراكز الاستشفائيه. لهذا الاخوان الله يجازيكم بخير، غادي نوجه لكم واحد الرساله من خوكم محارب سرطان: اي واحد عنده الجهد وعنده الصحه وعنده الرغبه وفي قلبه حب الخير يمشي يعطي الدم. اول حاجه صدقه جاريه، ثاني حاجه 10 دقائق من وقتك، واحد الكميه قليله من الدم ديالك اللي غيعوض لك الله سبحانه وتعالى في 48 ساعه، غتحيي بها نفس، غادي تعتق بها شخص، اجرها كثير وكتبقى صدقه جاريه للوالدين. لهذا الاخوان الله يرحم لكم الوالدين، كنتي صحيح توجه لاقرب مركز للتبرع بالدم واعطي الدم، راه ما غادي تخسر والو. الناس راه محتاجه، راه باش يكتب لك مريض ناعس في المستشفى، هذا التعليق اللي غادي نحط لكم هنا راه ما ساهلاش. انا راني نعس الاخوان في المستشفى وشفت هذاك التكرفيس اللي كيتكرفسوا الناس واللي كيبقاو يقلبوا في الدم، وراكم غتكونوا الاخوان شحال من واحد هنا عنده شي واحد عزيز عليه وشاف ديك الحاله ملي ما كيلقاش الدم. لهذا الاخوان الله يجازيكم بخير، لما حاولوا تمشيو تبرعوا. خليكم من ديك الهضره اللي كدور على عبر السوشيال ميديا ديال حقا كيديروا به حقتي. انت حاجه وحده اللي كتهمك هو ديك الصدقه الجاريه وداك الخير اللي غادي دير مع الله سبحانه وتعالى. وكيف كتعرفوا الاخوان في سوره المائده كاينه واحد الايه عظيمه، انا غنقول لكم منها واحد الاخر ديالها، كتقول: ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. حنا كيهمنا الجزء الاخراني، يعني الا حييتي نفس راه كانك حييتي الناس جميعا. لهذا الاخوان الله يرحم لكم الوالدين، عندك صحتك سير اليوم وغدا، اليوم راه بصحتك وغدا راه ما تعرف شنو كاين. انا الاخوان راه من دوك الناس اللي كنت كنقول عمرني غادي نمرض، كنت كنتريني ما عمرني بلي ما حتى شي حاجه، حتى كتب عليا الله هاد المرض السرطان، وانا حمدت الله وشكره وشكرته. ونهار اللي درت العمليه الاولى والثانيه احتاجت الدم، مشات الاخت ديالي اللي كبر مني مشات دات لاكارت ناسيونال ديالي، كنتفاجئ كيعطوني هاد لاكارت ديال المتبرع. ها هي الاخوان شوفوها مزيان، وفيها الفصيله ديالي وفيها السميه ديالي، وخديت الدم فابور والحمد لله ما تكرفصت ما والو. تواصلوا معايا شي اخوان باغيين الدم لوالديهم، كيقول لي اخويا محمد سول لينا، كنقول له واش فايت متبرع بالدم، تيقول لي لا. كنتحرج نقول لي راه كون كنتي متبرع بالدم راه ما غاديش تلقى مشكل. لهذا الاخوان الله يرحم لك الوالدين، خليها فايده لك، سير تبرع بالدم لا لقيتي الوقت. راه كيف قلت لكم الاخوان 10 دقائق من وقتك راه ما غيخسر منه والو. الله يرحم لكم الوالدين، الناس اللي قادره تبرع تمشي تبرع، واللي ما قادراش تبارطاجي وتوصل صوتنا للناس اللي باغا الخير، الناس اللي كتقلب على الخير. يلا السلام عليكم، ونتمنى من الله يشافيكم والله يشافينا ويشافي جميع المرضى يا ربي، امين. السلام عليكم.